أهلا بيكي في مساحتك الرايقة في بودكاست رايقة مع سماح حماد. النهاردة موضوعنا عن واحدة من أصعب المعارك اللي بتواجهها الست في يومها، الاستفزاز وتلقيح الكلام. ليه في ناس شغلتها الشغلة إنها ترمي كلمة تسم البدن؟ وليه بيحاولوا بكل قوتهم يخرجوكي عن شعورك؟ النهاردة مع بعض هنفهم اللعبة ماشية ازاي، عشان بدل ما تتضايقي من جواكي وتفقدي روقانك تبتسمي ببرود وتقولي اللعبة دي قديمة قوي، العبوا غيرها. وعلشان نفهم ونستوعب اللعبة دي لازم نفهم إن الشخص المستفز اللي بيستفزك بالكلام اللي يحرق بيه أعصابك ده شخص ضعيف مش قوي. علم النفس بيقول لنا إن الشخص ده بيمارس حاجة اسمها الإسقاط النفسي، بمعنى إن الشخص ده بيكون عنده صراعات نقص أو غيرة داخلية، وبدل ما يواجهها بيسقطها عليكي. هو مش شايفك انتي، هو شايف فشله فيكي. في كتاب Games People Play ألعاب الناس للعالم إريك بيرن، اللعبة دي اسمها أنا قفشتك. هو بيستفزك عشان تنفجري، وأول ما تغلطي يلبس هو ثوب الضحية ويقول شفتوا؟ مش قلتلكوا إنها عصبية؟ هو محتاجك تغلطي عشان يداري نقصه الداخلي. في حكمة بتقول لا تسارع خنزيرا في الوحل فتتسخ ثيابك ويستمتع هو. طيب الشخص ده ليه عايز يشدك لمستواه؟ روبرت جرين في كتابه 48 قانونا للقوة وضح إن الاستفزاز وسيلة لزعزعة استقرار الشخص القوي. الشخص المستفز أو اللي بيلقح دايما بالكلام بيحس إن نورك عالي زيادة عن اللزوم، وده بيعميه وبيفكره بنقصه. فالحل الوحيد عنده إنه يشدك لتحت لحلبة المصارعة بتاعته. طول ما انت فوق هو خسران، أول ما تردي بنفس أسلوبه وتتعصبي مبروك، هو كده انتصر لأنه نجح يخليكي شبهه. وفي قصص من بيوتنا كتير، تعالي نحكي مثال بنسمعه كتير. تكوني لسه والدة من فترة قريبة ومعاكي بيبي مش بينيمك، وتيجي واحدة تقولك انت بقيتي عاملة كده ليه وبيتك ماله مكركب كده؟ لا، لازم تهتمي بنفسك وبيتك أكتر من كده. الست الشاطرة هي اللي بتهتم بنفسها. ده اسمه رمي بالكلام مغلف بالنصيحة، بس هدفه الحقيقي هو إنك تحس بالذنب. أو في الشغل لما تيجي تنجحي وتترقي تلاقي زميلة بتقولك طبعا المحظوظين دايما بيوصلوا بسهولة. هي هنا بتلغي تعبك ومجهودك وتسميه حظ عشان ترضي غرورها وإحساسها بالنقص. وصلنا لأهم جزء منتظرينه في حلقتنا، إزاي تكون الست الرايقة اللي بتمتص الهجوم ده وتفضلي جبل ما يهزك ريح. خدي الروشتة دي. أول تكنيك معانا هو اسمه الموافقة الفارغة. يعني إيه؟ يعني لما حد يوجه لك كلمة مستفزة أو يرمي بالكلام انت بتمتصي الهجوم ده بكلمة واحدة. مثلا تقولي ممكن أو جايز. ليه بنسميها فارغة؟ لأنك رديتي عليها بدون ما تدي الموضوع أي أهمية. يعني هديكي مثال، لو واحدة قالتلك باين عليكي كبرتي وتعبتي من الشغل، ردك الرايق عليها يكون بابتسامة خفيفة وتقولي لها جايز فعلا الشغل مجهوده كبير، وتسكتي. انتي هنا عملتي حاجة اسمها إحباط الهجوم. الشخص المستفز كان مستني منك تدافع عن نفسك وتقولي لا أنا مش تعبانة وتقعدي تبرري. لما وافقتي ببرود انتي سحبتي منها بنزين الاستفزاز وطفيتي الموضوع. تاني تكنيك اسمه الاستعباط الذكي. لما حد يستفزك بكلام ويضايقك اسأليه ببرود مش فاهمة تقصد ايه. لما تجبري المستفز انه يشرح قلة ذوقه معاكي بيبدأ يرتبك ويبرر كلامه، لأنه سلاحه هو الخبث مش المواجهة. هو كل اللي يهمه انه يقلل ثقتك في نفسك. تالت تكنيك هو الثبات الانفعالي. علميا الاستفزاز بيحفز جزء في المخ اسمه الإميجدالا أو اللوزة الدماغية،
وده تقدري تعملي سيرش وتقرأ عنه عشان تفهمي الموضوع أكتر. بس خلينا نتكلم عن الثبات الانفعالي أو التعامل بمبدأ الريموت كنترول. يعني ببساطة ريموت أعصابك يفضل في جيبك انتي مش في ايد حد تاني. الشخص المستفز ده هو داخل ومعاه ريموت بيجرب يدوس على زرار العصبية عشان يشوفك بتغلي، أو يجرب يدوس على زرار الدفاع عشان يقعد يسمع تبريراتك. طول ما انت بتنفجري وتتعصبي وتقعدي تبرر اللي قدامك، انت كده بتقولي له اتفضل الريموت بتاعي معاك، اتحكم في مودي زي ما انت عايز. طيب ازاي اقدر اوصل للثبات الانفعالي؟ في 3 خطوات سهلة تقدري تعمليهم، بس مبدئيا لازم تعرفي حاجة مهمة عشان توصلي للثبات الانفعالي. مهم انك انت تمارسيه وتتمرني عليه. اول نقطة معانا، خدي شهيق وزفير. ما ترديش فورا، وخدي نفس عميق في 4 ثواني وطلعيه في 4 ثواني. الحركة دي بتعمل زي قفلة كده في دماغك للمنطقة المسؤولة عن النرفزة، وبتشغل المنطقة المسؤولة عن الحكمة. تاني نقطة، انفصلي عن المشهد. اتفرجي على الشخص ده كأنك بتتفرجي على فيلم كرتون، وقولي لنفسك يا حرام، هو تعبان قوي لدرجة انه بيحاول يضايقني عشان يحس انه موجود. لما تشفقي عليه بدل ما تكرهيه، أعصابك هتهدى لوحدها. ردي بكلمة واحدة وبس، ودي تالت نقطة معانا. في علم النفس الردود الطويلة معناها إنك مهزوزة. الردود القصيرة جدا وببرود زي تمام، حصل خير، أوكي، هي قمة الثبات الانفعالي، لأنها بتبين إن الكلام ما دخلش جوه قلبك أصلا، هي خبطت في السور اللي انتي بنياه حوالين نفسك ووقعت. الثبات الانفعالي مش معناه إنك باردة، ده معناه إنك غالية على نفسك قوي، ومفيش حد يقدر يقلل منك حتى بكلمة. الست الرايقة هي اللي بتعرف تختار معاركها، ومعركتها مع حد مستفز هي معركة خسرانة لو دخلتها، وكسبانة جدا لو تجاهلتها. خلي تقييمك لنفسك نابع من جواكي، واللي بيرمي الكلام ده هو فقط بيعبر عن نفسه، انتي مش مسؤولة عنه. وفي نهاية حلقتنا، اللي بيحاول يهدك هو اللي شايفك عالية قوي. حافظ على روقانك لأن ده أغلى ما تملكي، وما تسمحيش لحد فاضي يسرق طاقتك اللي انتي محتاجاها لبيتك ولنجاحك ولنفسك. أحب أفكرك إنك مش لوحدك، وإن الهدوء والروقان اللي بتدوري عليه مش بعيد عنك، هو جواكي. ولو الحلقة دي لمست قلبك، شاركيها مع ست محتاجة تسمع الكلام ده. وأشوفك الحلقة الجاية في بودكاست رايقة مع سما حماد.